صباح الخير. النهارده هنعمل مكرونه بينك صوص بالجمبري. عندي جمبري. انا كل الاماونت دي هتبقى لفرد واحد. انا هاخد طبعا حاجات من الحاجات دي. جمبري ده هو مجمد عادي وتوم. هحتاج المكرونه دي نودلز، يعني عريضه شويه، مش سباجيتي عادي. اي نوع مكرونه انت عايزاه تحطيه عادي. هحتاج زبده، هحتاج مشروم، عايزه مشروم دي برضو اختياري، صلصه ودقيق ولبن. ده هيبقى بينك صوص وبجمبري. انا هنا تبلت الجمبري بملح وفلفل وبابريكا وحطيت سنة زعتر بسيطة وتوم باودر وبصل باودر. في طاسة على النار حطيت هنا حتة زبدة وبس رشة زيت كده، وعلى الناحية التانية هنا حاطة مية مغلية عشان اسلق المكرونة. بحط فيها زيت وبحط فيها الملح اللي انا عايزاه. حطيت هنا المكرونه بتاعتي. انا باي ذا واي اول مره اجربها، ان شاء الله تطلع كويسه. يعني شبه عيدان الخشب كده. ماشي. وهنا حطيت الجمبري بتاعي بعد ما حطيت الزبده ورشه بس زيت بسيطه. اما قلت دي يا جماعه صغنونه علشان هو فرد بس هياكل يعني. تمام. هسيبها شويه. ودي طبعا يعني مش عارفه، يعني ممكن نسيبها كده ونبص عليها كمان شويه. يعني هنا الجمبري بدأ ياخد لون كده. انا النار مش معليه مش موطيه، سايباها وسط. بس ريحه جميله قوي. اسيبه شويه كمان وارجع لكم. هنا انا طلعت الجمبري في طبق اهو، وحطيت تومه كده مفرومه، يعني انا دقتها مقلوقه يعني على نفس الحاجه، نفس الصينيه اللي كان فيها الجمبري. سيبها شويه كده واحط دقيق، يعني ممكن نص معلقه، وهرجع لكم تاني. هنا حطيت نص معلقه دقيق على التومه. سيبها شويه كده، يعني تتحمص، تستوي، تاخد لون، ايا يكن المسمى. بس انا هسيبها شويه وبعدين ازود عليها لبن بالتدريج، وابقى بقلب وانا بزود اللبن. انا طبعا عشان بصور بايد وبطبخ بايد فهعمل الستيب دي وارجع لكم على طول. انا دلوقتي حطيت اللبن، يعني عليت النار سنه لحد ما حسيت اخدت لون كده بسيط، ورحت مزوده اللبن. وانا لازم استمر في التقليب لحد ما تتقل شويه. الناحيه التانية المكرونه يعني almost done. هغسلها بس واقلب هنا شويه وارجع لكم. انا هنا زودت مشروم، ده اختياري، عايزاه مش عايزاه عادي، it's up to you. يعني متوفر تمام، لو مش متوفر عادي. حطيت بقى ملح وفلفل وبابريكا عشان اخلي طعمها لذيذ. هحط معلقه صلصه عشان اخليها بينك صوص. حطيت معلقه الصلصه. هقلب ودوقوا يا جماعه، دوشوا مثلا، عايزه تزود ملح، عايزه تزود فلفل، عايزه تزود اي حاجه، ظبطوها على التيست بتاعكم يعني. تمام. انا هبدا احط الجمبري دلوقتي تاني وارجع لكم. انا فتحت صور مخصوص عشان اوريكم البهاريز بتاعت الجمبري، تحفه جدا. هقلب واشطف المكرونه وازودها واجيلكوا تاني. هنا زودت ميكس تشيز. في كده بيبقى كيس بيبقى فيه ميكس تشيز بقى، اي جبن انتوا عايزينها. دي بصراحه بتنفعني وبحب ازودها في الاكلات، بتدي طعم حلو قوي. حطيتها دلوقتي. زودت شويه لبن علشان اخلي الصوص اكتر، ورفعته من على النار علشان اخليه يمتزج كده شويه قبل ما ارفعه على النار تاني مع المكرونه. حطيت المكرونه، هقلب كده وارجع تاني. المفروض ده كده الشكل النهائي. هسيبها شويه كده تتقل وكله يمتزج ببعضه. هغطيها واوطي النار وهوريكم بقى في الاخر شكله عامل ازاي.
ده الشكل النهائي بقى. انا الصوص ده يا جماعه صوص سويت تشيلي، انا بحبه قوي جنب اي اكله، فلو محدش جربه يجربه بجد، هو مش غالي خالص. بالهنا والشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا كومنت وتشجعونا وتقولوا لنا عايزين نعمل لكم وصفه ايه المره الجايه.